اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم يا احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا. زي ما انتم شايفين معانا كده بقى، دي حنة بنت اختي، والمقطع اللي انتم شفتوه لي انا وام اختي دي كان عندي لسه فوق في الشقة. كنا بنلبس ونازلين. يا رب عقبال عندكم كلكم يا احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا. اللهم صل على النبي. الفرح حلو، والفرح بجمع والفرح بلم. يعني انا نزلت من سيرة مخصوص عشان احضر فرح بنت اختي. وزي ما انتم شايفين كده كانت لسه هي بقى جايه من الكوافير، واحنا لسه جايين من بيتنا، فاعترنا في بعض كده قدام باب المسرح. قعدنا بقى نسلم على بعض ونزلناها وزي ما انتم شايفين كده. يا رب كده يكون افراحنا ولمتنا تعجبكم. احنا افراحنا زي ما انتم عارفين في الارياف بتبقى غير المدن او غير الاماكن السياحيه او كده. يعني احنا بنعمل مسرح قدام البيت يوم الحنه بتاعت العروسه، ويوم الدخلة العريس بيجيب للعروسة في القاعة. مثلا مش في امكانياته يجيب قاعة، برضه بيعمل مسرح قدام بيته. بس احنا العروسة بتاعتنا دي يا حبايب قلبي كانت رايحة دمياط الجديدة. عريسها دي من دمياط، من البلد من عندنا، بس عايشين من سنين يعني في دمياط الجديدة. فاللهم صل على النبي. الحنة بقى كنا عاملينها قدام بيت اختي واخويا. طب اختك واخوك ازاي؟ ما العروسة بنت عم، ام العروسة بنت عمي، وابو العروسة ابن عم. يعني هم ولاد عمام الاتنين واخدين بعض. فاللهم صل على النبي بقى كنا عاملين هناك المسرح قدام البيت. ويوم الدخله كانت القاعه في راس البر. كانت هناك في راس البر على اللسان كده يعني. كان بينا وبين بعض، بينا وبين البحر شالين تلاتة. فكانت ليلتها جميله والله، في ليله الحنه او في ليله الدخل. ما شاء الله عليها، ربنا يحميها، ربنا يوفقها. عقبال ولادكم كلكم يا حبايب قلبي كده لما يصلح حالهم ويتجوزوا ويتستروا وبالكم يرتاح من ناحيتهم يا رب، اللهم امين. كانت ليله الحنه بتاعتها جميله قسما بالله. وكانت شوفوا كانت هاديه، ويعني كلنا كانت بنات عمامي وقرايبي كلهم كنا ملمومين. ودي بس انت بقى بنت اختي زي ما انتم شايفين كده بترقص معاها. يا رب عقبالها عقبال كل الحبايب. دول بنات ولاد اخويا برضو. يعني انا اللي على المسرح دول كلهم انا عمته العروسه، وبس انت بس اللي انا خالد. فاللهم صل على النبي كده. كانت يوم جميل والله، وكانت سهره زي العسل. كنا بننزل العروسه من على المسرح بالعافيه، ما يشرب تقول له استنوا شويه يا بنتي يلا هتروح الكوافير بكره الصبح بدري، تقول لا. والبنت العساله الصغيره ديت بنت اخوي. يعني انا في حكم التيتا بتاعتها، بس انا لسه صغير، ما حدش يقدر يقول لي يا تيتا الوقت. فزي ما انتم شايفين كده يا حبيب قلبي، انا حبيت اشارككم في الفرحه بتاعتي، وبنزل لكم الفيديوهات كل اللي اي حاجه بعيشها في هناك وانا في البلد بنزلها لكم. بس انا روحت امبارح المغرب كده. يعني انا مشيت من البلد بتاعتنا، رحت سينا امبارح المغرب، وصلت المغرب. واللي واقفه برضه بتسقف ديت مرات اخويا التاني. فيا رب عقبال عيالها يا حبيبه قلبي يسعدها كده ويفرحها بيهم يا رب، اللهم امين يا رب. زي ما انتم شايفين كده. فاللهم صل على النبي. كنا احنا قاعدين بقى قدام المسرح انا وامي واخواتي ومرات عمي واللي واقفه دي برضه بتسقف لابسه رصاصه دي مرات اخويا التاني. فقلت انا هصور لكم طولة ما انا في البلد الفيديوهات بتاعت الاراضي والكلام دي، الجولات الجميله اللي انتوا بتحبوها دي، برغم ان هي مش عليها تفاعل كتير، واللي بيشوف المشاهده ما بحطش اللايك، بس ما علينا. فقلت بقى خلي الفرح انزله لكم ومروح هناك سينا يعني، عشان لما نعمل لكم روتونات او اطبخ او اي حاجات من دي اكون كده خلصت الفيديوهات بتاعت البلد كلها. لسه الفيديو بتاع الدخله باذن الله هنزله لكم برضه. واللي واقفه ديت بنت اختي برضو مخطوبه، يا ودي يوسف اهو، اللي هي لابسه طرحه كحل دي. يا رب كده يصلح حالها يا رب، ويكون فرحها قريب باذن الله كده وننزل برضه. والله ما انا فاكره هو في 12 او في كام كده باذن الله. ربنا يسعدهم كلهم يا رب، ويفرحهم ويسترهم ويتسعدوا كده ويبقوا حلوين في بيوتهم يا رب، اللهم امين. بناتنا وبناتكم وبنات المسلمين كلهم يا حبايب قلبي. وكل اللي عندها بنت تطمن عليها يا رب يكون عن قريب الايام كده. وكل بنت ما اتخطبتش تتخطب، وكل بنت نفسها تتجوز تتجوز. وربنا يصلح حال الجميع يا رب. العروسه بتاعتنا بقى زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله عليها، ربنا يحميها. يا بنتي اقعدي، تقول لها انا مش قاعده، هم يومين يا ولاد، وترقص. وبنت عسوله ما شاء الله، الكل كان واخد باله منها والله. ربنا يحميه. وكانت ليلتها في القاعه في راس البر، كانت ليله جميله. رحنا والله العظيم ما روحناش الا الساعه 4 الفجر، برغم ان احنا ماشيين من البلد من عندنا يعني قبل المغرب بيجي بساعه كده. اما بقى وصلنا هناك والعروسه اجت تسلم الزواق عندنا في بلد فرحنا اسمها ابو داود.
اللي هي بلد الاستاذ وائل. فاللهم صل على النبي بقى، عما وصلنا وكده، واللي هي بقى خلصت وراحت شقتها ورجعنا احنا البلد، كانت الساعه 4. بينا وبين راس البر برضو مش واو، يعني احنا المنصوره بس مش في المنصوره المدينه، احنا في الارياف، احنا عند بلد اسمها السنبلاوين كده، كلكم عارفينها طبعا. اللي من ناحيتنا يعني هم اللي عارفينها، الناس اللي من القاهره وكده ما يعرفوش السنبلاوين، او في ناس برضو بتبقى عارفاها يعني. فاللهم صل على النبي، انا حبيت كده ايه اوريكم الفرح بتاعنا، واوريكم افراحنا في الريف بتبقى عامله ازاي، والعصابه اللي واقفه بتتفق دي بتتفق بكره يلبسوا ايه ويعملوا ايه علشان يبقوا كلهم زي بعض. بسنت والبنات التانيين دول، وايه البت ندى بنت اختي هناك اللي لابسه بامبي دي بترقص مع العروسه. فربنا يصلح حال الجميع يا رب، وفرحكم وفرحنا.